الغزالات ديالي جبت لكم اليوم شوربه صحيه سهله دغيا كتوجد كاقتراح للفطور ولا حتى للعشاء. الصراحه نسخنوا بها كتجي لذيذه بزاف واقتصاديه وصحيه كيف ما قلت لكم، بمقادير جد بسيطه متوفره في اي مطبخ. كنتمنى من الله تجربوها وتعجبكم، واذا عجبتكم ما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ناخذ طنجره غندير فيها الماء الكافي اللي غنطيب فيها هاد الشوربه. نزيد ليهم معلقه صغيره ديال الملح، نص معلقه صغيره الكمون، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الزعتر، وجوج معالق صغارين ديال النافع. صافي في الاخر غادي نضيف ليهم شويه ديال زيت الزيتون ونخليه حتى كيغلى مزيان. من بعد غادي نضيف ليهم جوج زليفات صغارين ديال السميده رقيقه. مع انا كنضيف وانا كنحرك، ضروري من التحريك دابا ساعه لحقاش كتلصق السميده. فكيف ما قلت لكم حركوها مزيان، وفي الاخر ملي تطيب على الراحه ديالها كتاخذ تقريبا واحد ربع ساعه. صافي نزيدوا ليها واحد كويس صغير ديال الحليب كذلك مع التحريك ما تنساوش، وقدموها بالشكل اللي نتوما بغيتو. ذوقوها من الملح اكيد قبل ما تقدموها. بغيتوها شويه تكون خفيفه غتزيدوا ليها شويه ديال الماء، بغيتوها ثقيله كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا فغتقدموها على هذا الشكل. زينتها بشويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزرع، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي بصراحه زوينه ولذيذه بزاف وخفيفه وصحيه، وجربوها. واذا عجبتكم ما تنساونيش من لايكاتكم.